جميعنا نعرف أن هناك بطاقة صفراء للإنذار وحمراء في حالة الطرد، لكن لم نسمع ببطاقة وردية في عالم كرة القدم، فما قصتها وفيما تستخدم؟ هذه البطاقة الوردية ستظهر للمرة الأولى في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة، حيث ستقام منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، وسيتم استخدامها للإخطار بعد إبلاغ الحكم أو الحكم الرابع بتغيير محتمل من قبل الفريق بسبب الاشتباه في إصابة بالرأس أو الارتجاج وفق صحيفة ماركا الإسبانية. الصحيفة أضافت أنه في حال إجراء التبديل بسبب الارتجاج فستكون لدى الفريق المنافس تلقائياً إمكانية إجراء تبديل إضافي، وقد تصل التبديلات العادية حد التبديل السادس أو السابع لإعطاء الأولوية لصحة اللاعبين. لا يجوز إجراء تبديل الارتجاج هذا إلا مرة واحدة لكل فريق، بالإضافة إلى التبديلات الخمسة التي يمكن إجراؤها خلال 90 دقيقة أو الستة في حالة وجود وقت إضافي، ولا تجوز للاعب الذي تم استبداله العودة إلى ميدان اللعب مرة أخرى، وسيذهب إلى غرفة تبديل الملابس أو إلى مركز طبي